الأخبار الموجزة اليوم الأربعاء. قال المتحدث الرسمي المولوي ذبيح الله مجاهد ردا على التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إن نشر التقارير السلبية في الوضع الإيجابي الحالي يعني كراهية واستياء يجب إيقافهما. قال حاكم مقاطعة كابول الشيخ محمد قاسم خالد إنه لم يتم فرض قيود دينية على المواطنين الشيعة ويمكنهم أداء شعائرهم الدينية في جو آمن دون أي قلق. تم إصلاح 327 مركبة خاصة في قيادة التدريب العسكري المشترك لحضرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. شارك اليوم حراس الأمن المحترفون التابعون لمؤسسة الوطنية للحماية العامة الذين تدربوا على الروح الإسلامي والوطني في المعرض الوطني والدولي للإمام أبي حنيفة رحمه الله في العاصمة كابول. بعد وصول إمارة أفغانستان الإسلامية إلى السلطة تم إطلاق أول رحلة طيران بين بلخ وتركيا رسميا لأول مرة من قبل شركة كام إير إلى إسطنبول تركيا. بدأت بلدية كابول في إعمار الطريق في منطقة شملازو بالمنطقة 14. صرحت الإدارة الوطنية للإحصاء والمعلومات إن أفغانستان صدرت الشهر الماضي بضائع تجارية تزيد قيمتها على 100 مليون دولار